السلام عليكم ورحمة الله. أرحب بكم يا سادة في ندوة الحركة الشعبية الوطنية، واليوم جئنا لنتحدث عن حقوق العمالة الوطنية والتي تعمل تحت مظلة القطاع الخاص بشكل عام، وخصوصا المواطنين الذين يعملون في عقود الشركات النفطية والذين نرى أن هناك من يستهدف ويوقع بظلمهم تجاه هذه الشريحة الكبيرة بامتياز. فالحكومة تتجاهل تطبيق القانون 1969 على 28 والذي ينص أن يحق للعمالة الوطنية التي تعمل في عقود شركات النفطية مزايا مالية أسوأ بزملائهم العاملين بالشركات النفطية الحكومية، لكن ما نص عليها القانون النفطي في هذا الجانب لا نجد له محل اعتبار واحترام. ونؤكد أن على الحكومة متمثلة برئيس الوزراء ووزير النفط احترام القانون بعد أن رأيناهم أقسموا أمام صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وأقسموا أمام الشعب الكويتي على احترام القانون. فيجب عليهم أن ينصفوا العاملين الكويتيين في عقود الشركات النفطية والذين نحذر من تهميشهم. فنحن في الحركة الشعبية الوطنية نرفض وبشدة أن تمس حقوقهم وأن يطولهم الظلم بسبب تقاعس الحكومة الدائم. إننا نطالب وزير النفط أن يطبق القانون على الكبير قبل الصغير، وأن يعيد النظر في آلية التكويت المتبعة في الشركات النفطية جميعها، وأن تلتزم مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بمنح المواطنين العاملين في الشركات الخاصة بالزيادات السنوية للموظفين وعدم التعسف في حقوقهم. ونحن نعلم حجم الشكاوى المقدمة من قبل العاملين في القطاع الخاص إلى الهيئة العامة للقوى العاملة بسبب إجحافهم وظلمهم وعدم تطبيق القانون عليهم. ونحن نتساءل دائما كيف لا يطبق القانون وزير النفط وقد أقر في مجلس الأمة وصادق عليه صاحب السمو أمير البلاد. وتعلم الحكومة أن هذا القانون يتضمن أحقية العاملين في عقود الشركات النفطية بالحصول على مميزات مالية أسوأ بزملائهم العاملين بالشركات النفطية الحكومية. نتطرق أيضا إلى ما يمس إخواننا العاملين في القطاع الخاص بشكل عام. فالعمالة الوطنية في القطاع الخاص مهمشة بطريقة غير طبيعية طالما أغلقت أبواب التوظيف الحكومي في وجوههم، ونجد أن لا يوجد لدى العمالة حقوق ونسبتهم قليلة جدا في هذه الشركات بسبب اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة فقط، وهذا تهميش واضح للعمالة الوطنية. فلا يوجد لدى الشركات سلم رواتب منضبط، ولا يوجد لديهم ترقيات سنوية، ولا يوجد تكويت فعلي في شركاتهم. فكيف تطالب الحكومة الشباب دائما عبر وسائل الإعلام بالتوجه للقطاع الخاص وهي لم تضع آلية واضحة بهذا الشأن؟ لذا نطالب نحن ممثلين الحركة الشعبية الوطنية الكويتية أن يوضع في كل شركة إدارة خاصة مستقلة للتكويت لا تتبع للشركة، وإنما تتبع الهيئة العامة للقوى العاملة لكي تتابع عن قرب ما يحصل للعمالة الوطنية داخل هذه الشركات. ونطالب الحكومة متمثلة برئيس الوزراء بعدم التواطؤ مع الشركات، ولا بد من محاسبة كل شركة وعدم التعسف مع العمالة الوطنية. ونقولها بملء الفم: المواطنون خط أحمر، ونعاهدهم أمام الله أن نكون دائما في صفوفهم ونتبنى جميع قضاياهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.